السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه سوبر ليدي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البرسيل الجل. طبعا احنا بنجيبه من بره برده بسعر غالي جدا. النهارده ان شاء الله هنعمله في البيت بتكلفه يعني قليله قوي، وان شاء الله برده الكميه بتاعته مش هتكون قليله، يعني هتكون كبيره. هنبدا كده بالمقادير. بسم الله. اول حاجه معايا نص كوبايه من الخل الابيض العادي، وكوبايه من البرسيل اللي هو الكلوروكس الالوان، والكلوروكس ده احنا عاملينه يعني قبل كده، ان شاء الله هحطه لكم برده على الفيديو ده. وكوبايه كده من الملح او كيس الا ربع من الملح، اللي هو الكيس ابو جنيه، الكيس الكبير. وطبعا بالنسبه للريحه بتاعته هتكون الريحه المفضله عندك، يعني اي ريحه. انا بالنسبه لي جبت الريحه اللي هي بتاعه المسك دي. وهيكون معانا كمان لون اللي هو الازرق، وهيكون معايا كمان ربع كيلو تكسبون. تعالوا بقى نحسب التكلفه بتاعه الحاجات اللي احنا هنعملها دي. بالنسبه للريحه ده كده الكيس ده ب5 جنيه، والكيس بتاع اللون ده دي كده جنيه، ادي كده 6 جنيه. 6 جنيه، وكيس الملح اللي هو ابو جنيه ادي كده 7 جنيه. 7 جنيه، وربع كيلو ب8 جنيه، ادي كده 15 جنيه. ان شاء الله هيعملوا لنا 2 لتر من البرسيل الجل. طبعا تمن يعني قليل قوي، انت بتجيبيه من بره اللتر الواحد طبعا بيعدي ال20 جنيه، فهو برده هيبقى موفر قوي بالنسبه لنا. اول حاجه حطيت التكسبون في الطبق، وهحط عليه كميه الملح بتاعتي كلها، وهفضل اقلب فيهم كده كويس جدا لغايه لما الملح ده يدوب كويس قوي مع التكسبون. ودلوقتي اول ما دابوا كده مع بعض هبتدي بقى ازود شويه ميه كده، يعني تقريبا نص الازازه، نص لتر. وهقلبهم كويس قوي برده مع بعض كده لغايه لما التكسبون والملح ده يفكوا كده مع الميه ويبقوا خليط متجانس. شايفين كده الخليط بيتقل معايا اهو، ولونه فتح خالص اهو بقى ابيض. هزود بقى الميه تاني بالشكل ده. ودلوقتي هزود بقى عليه الريحه، وهكمل تقليب برده كده. دلوقتي هزود كده بقيه الميه، هزود اللتر كله، وهفضل اقلب كده جامد. وطبعا هلاقي الخليط بتاعي بيتقل معايا. ودلوقتي كده انا معايا يعني ازازه فيها اللي هو زيت المسك ده، برده هزود شويه كده منها. طبعا الزيت برده بتاع العطر ده هيركز لي الريحه اكتر، هيخليها يعني تظهر قوي في الهدوم. ودلوقتي بقى هزود عليه كميه الخل اللي هي نص كوبايه، والكوبايه الكلوروكس. وهقلب برده المكونات دي كويس قوي مع بعض. واخر حاجه كده هحط اللون بتاعي، شويه لون ازرق كده. واقلب بقى لغايه كده لما يديني اللون اللي انا محتاجاه. يعني لو لقيت ان هو عايز يتزود تاني بلون هزوده، لقيته حلو كده خلاص. وكده خلاص البرسيل الجل بتاعي خلاص خلص اهو، زي ما انتم شايفين القوام بتاعه بصوا عامل ازاي. طبعا حلو جدا، وان شاء الله هتجربوه هينضف لكم الهدوم وهتلاقوه زي الفل. بس طبعا عايزه اقول لكم ان البرسيل الجل ده مش هينفع للغسالات يعني الاوتوماتيك، لان هو طبعا بيرغي قوي. ده كده بينفع حلو قوي للغسالات اللي هي العاديه. ماشي يا حبايب قلبي. طبعا بتستعملوا منه عادي، ويا ريت كمان يستحسن ان انتوا تحطوا مع يعني مثلا هتحطوا نص كوبايه كده صغيره مع الغسيل العادي في الغساله العاديه، او كوبايه الا ربع. طبعا لان الكوبايه الا ربع دي هتغسل لنا الغسله كلها، بس يستحسن ان انتوا تحطوا معاها معلقه ملح ليمون ومعلقه كربوناتو، يعني علشان تحصلوا على نظافه حلوه جدا يعني. لان اي مسحوق احنا بنستعمله لازم برضو بنحط له اضافات تانية علشان النظافه بتاعته يعني تبقى احسن. لكن بالنسبه لحبايب قلبي للغساله الاوتوماتيك، فهو ان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم هيبقى المسحوق الجل برضو هو بس احنا هنضيف له حاجات تانية هقولها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. ان شاء الله يا حبايب قلبي هتجربوه هيعجبكم قوي قوي. كنت عايزه اقول ايه؟ يا حبايب قلبي، لو عجبتكم بقى الوصفه دي ما تنسونيش بقى لايك وشير علشان الكل يستفيد، وكمان يا ريت اشتراك للقناه، وطبعا تعليقاتكم الجميله اللي انا بحبها جدا. ربنا يا رب كده يسعدكم ويسعد قلبكم زي ما بتسعدوني بيها. واشوفكم بقى ان شاء الله يا حبايب قلبي في فيديو جديد.